أهلا بيكم. أنا محمد رضوان. فيديو النهاردة هو إزاي تحمي نفسك، أو إيه الحاجات اللي أنت المفروض تبقى فاهمها وأنت بتشتري من مطور عقاري. الفيديو ده طبعا مهم ليك أنت كمستثمر أو مشتري، ومهم برضو لو أنت وسيط عقاري، علشان تعرف إزاي تحمي عميلك وهو بيشتري من مطور. أنت دورك كوسيط عقاري هو حماية عميلك، هو ده دورك الأساسي، أخلاقيات المهنة. المسألة مش إن أنت تبيع له وخلاص. 90% من اللي بيشتروا عقار أو أكتر كمان بيكونوا مش فاهمين، وممكن تكون دي أول مرة في حياتهم يشتروا عقار، فأنت دورك إنك تفهمه وتحميه. طيب تحمي نفسك إزاي أو تحمي عميلك إزاي لما يكون بيشتري من مطور؟ أول حاجة لازم تتأكد من أوراق الشركة أو المطور اللي بيبني المشروع ده، إن تكون أوراقه كلها خلصانة وسليمة. وطبعا لازم تكون فاهم المشروع وفاهم قوانين المطور. في أسئلة لازم تسألها له، وطبعا الاطلاع على العقود خصوصا مع المطورين الجداد. لازم أطلب من المطور نسخة من العقد للاطلاع. في مطور ممكن يرفض، ما يرضاش يبعت لك عقد، أو يقول لك مثلا لازم تيجي المكتب علشان تشوف العقد. فلو ده حصل يبقى ده كده علم احمر، ممكن يكون عنده مشاكل او عنده حاجات مخبيها مش عايزك تعرفها. المطور القديم او اللي اسمه كبير في السوق جايز ما تحتاجش تعمل معاه كل ده. المطور القديم خلاص بقى معروف والناس كلها واثقه فيه، وعنده مشاريع متسلمه وشغاله وناجحه. ولو انك برضه لازم تكون فاهم وعارف برضه كل حاجه، قوانين المطور والتفاصيل بتاعه العقود. طيب ايه الحاجات اللي انا لازم اسالها او اتاكد منها وانا بشتري من المطور؟ لازم تبقى فاهم ان اسهل حاجه هو الدخول في العقد، واصعب حاجه الخروج منه، ده في الدنيا كلها. فاول حاجه لازم تعرفها هي شروط الخروج من العقد، اللي بيتقال عليها شروط التخارج. لو انا حبيت ابيع العقار او الوحده دي بعد فتره، حبيت ابيعها مثلا بعد سنه سنتين وات ايفر يعني، ايه هي شروط التخارج؟ ايه هي شروط الخروج من العقد؟ اللي هي شروط نقل الملكيه. هل في شروط معينه؟ وهل في مصاريف علشان يتعمل نقل الملكيه؟ والمصاريف دي كام؟ ممكن مطور يقول لك لا، ما ينفعش تبيعها غير لما تسدد ثمن الوحده بالكامل، او تسدد مثلا 40 او 50% مثلا. فلازم ابقى فاهم ده من الاول، علشان لو انا بشتريها استثمار وناوي ابيع بعد فتره معينه، اكون عارف ايه هي الشروط وهل هقدر ابيعها ولا لا. تاني حاجه لازم افهمها الغرامات على التاخير. انا دلوقتي لما هتاخر في قسط هينزل عليا غرامه. طيب الغرامه دي هتنزل امتى؟ ابقى عارف الغرامه دي هتنزل امتى بالظبط، بعد ميعاد الدفع بقد ايه، مثلا شهر مثلا ولا قد ايه. وابقى عارف برضه هي كام، الغرامه دي قيمتها كام. وكمان ابقى عارف هي بتستمر قد ايه. يعني مثلا نزل غرامه وليكن 1000 جنيه غرامه، ال 1000 جنيه دي بتفضل 1000 زي ما هي لو انا اتاخرت قد ايه؟ ال 1000 دي بتفضل زي ما هي ولا بتتغير بعد كده؟ وبرضه لازم اعرف هل طريقه الدفع مرتبطه بالانشاءات ولا بدفع وخلاص. يعني مثلا هل مرتبطه بالانشاءات، انت بتدفع مثلا النسبه الفلانيه لما الانشاءات بتوصل ل 10% او 20% وليكن، علشان برضه ابقى عارف لو حصل تاخير في الانشاءات او ما حصلش انشاءات في وقت معين، هل بتوقف عن الدفع ولا بفضل ادفع كده وخلاص ماليش دعوه بقى انشاءات طلعت او ما طلعتش؟ لان انت ممكن تقعد مثلا سنتين بتدفع وتروح الارض تلاقي ما تحطش فيها طوبه. حاجه كمان لازم اعرفها هي دفعه الاستلام. انا دلوقتي لما هاجي استلم كمان 3 سنين او كمان 4 سنين مثلا عند الاستلام، في دفعه انا بدفعها في الوقت ده، وليكن مثلا 10% او 20% من ثمن الوحده. فلازم اكون عارف دفعه الاستلام دي بتبقى قد ايه بالظبط. ولو ما عرفتش ادفعها في وقتها ايه اللي بيحصل؟ يعني لو جيت وقت الاستلام مثلا وتعثرت وما عرفتش ادفع، او العميل بتاعك ما عرفش يدفع دفعه الاستلام وقتها، ايه اللي بيحصل بقى وقتها؟ هل بتروح عليه الوحده ولا بيدوله مهله معينه علشان يسدد المبلغ، ولا ممكن يقسطوها له؟ فلازم ابقى عارف التفاصيل دي، لان برضو ده يرجعنا لنقطه شروط نقل الملكيه. هل انا هقدر ابيعها ولا لا؟ وقت الاستلام هقدر ابيعها ولا مش هينفع ابيعها؟ لان انا لو تعثرت وما عرفتش ادفع دفعه الاستلام دي او بقيه المبلغ الوحده، ممكن ابيعها او اعمل نقل ملكيه وحد تاني يدخل بدالي ويدفع هو بقيه المبلغ. فممكن يبقى عندي بدائل او عندي حلول، بس المطور مانعني ان انا ابيع الوحده. حاجه كمان برضو، لو ما استلمتش في المده اللي انت قلت لي عليها، هل بيبقى ليا تعويض؟ هل باخد تعويض؟ او ممكن الغي العقد اخد فلوسي تاني والغي العقد؟ ولا ماليش دعوه، سلمت ما سلمتش لازم افضل ادفع والا الوحده هتروح عليا وفلوسي هتروح عليا؟ برضو حاجه كمان لازم تبقى عارفها وانت بتشتري، هي نسبه التحميل. انت المساحه اللي انت بتشتريها دي، مساحه الوحده دي، مش هي المساحه الحقيقيه اللي انت بتستلمها. يعني لو انت بتشتري وحده مثلا مساحتها 200 متر، فالصافي بتاعها مش بيكون 200 متر، بيكون مثلا 160
على حسب بقى نسبة التحميل، لأن أنت بتشتري مساحة الوحدة زائد المساحات المشتركة اللي هي بيقولوا عليها الكومن ارياز، زي الممرات والطرق اللي في المشروع ومداخل المبنى والسلالم، كل دي بتبقى مساحات محملة عليك. فأنت لازم تبقى عارف نسبة التحميل دي كام بالظبط علشان تبقى عارف الصافي اللي انت هتستلمه، مساحة الوحدة الصافي. والمطور المفروض بيحط مع العقد رسمة الوحدة بالمساحات الصافية، الأبعاد الحقيقية للوحدة اللي انت بتشتريها، دي لازم بتكون مرفقة بالعقد. يعني بشتري مثلا مكتب في مبنى، مش مجرد ان هو جايب لي الماستر بلان ومعلم لي على مكان المكتب اللي انا بشتريه بعلامة كده وكاتب لي عليه 50 متر وخلاص، لا، لازم يكون مرفق بالعقد الأبعاد الحقيقية للوحدة اللي انا بشتريها، تكون مرفقة بالعقد ومختومة. وحاجة كمان لازم ابقى عارفها، الصيانة بتدفع ازاي؟ هل هي وديعة صيانة نسبة من ثمن الوحدة ولا دفعات سنوية؟ وابقى عارف هي قد ايه وبتدفع امتى. بتدفع مثلا قبل الاستلام ب6 شهور، وهل بتدفع كلها مرة واحدة ولا على دفعات؟ ولازم برضو تكون عارف الاعتراضات، يعني انت كوسيط عقاري لازم تكون فاهم الاعتراضات اللي العميل هيقولها على المشروع ده، تبقى انت عارفها وفاهمها. ليه مثلا المشروع ده سعره غالي او ليه سعره رخيص؟ ما هو لو المشروع سعره غالي مثلا ده ليه سبب، ولو سعره رخيص ليه سبب، فلازم تبقى فاهم الحاجات دي. لو سعر رخيص، هو سعره رخيص ليه؟ هل المطور عشان جديد لسه في السوق؟ هل الكواليتي اللي بيقدمها مش احسن حاجه؟ هل مثلا عنده شروط صعبه علشان كده سعره رخيص؟ ولو السعر غالي ابقى عارف برضه السعر غالي ليه. هل مثلا عشان لوكيشن المشروع او المطور بيقدم جوده محترمه، او عشان هو اسم كبير في السوق مثلا؟ وحاجه كمان لازم اسال فيها هي التشطيبات، انا نوع التشطيب اللي بستلمه بيبقى عامل ازاي بالظبط؟ هستلمه على الطوب الاحمر ولا هستلمه نص تشطيب مثلا؟ وعاده المطور المحترم لو بيسلم متشطب بيبقى كاتب في العقد تفاصيل التشطيب، الارضيات مثلا سيراميك ولا بورسلين، ونوع الابواب، كل التفاصيل اللي تخص التشطيب بتبقى مكتوبه في العقد. فدي كانت بعض الاسئله كده اللي انت لازم تسالها للمطور وانت بتشتري، وانت كوسيط عقاري لازم تسالها. وتقول كمان للعميل بتاعك يسال المطور، يعني قبل ما تروحوا للمطور انت قول للعميل على الحاجات دي، هو يسالها بنفسه للمطور. ممكن حتى تبعت له الاسئله دي بايميل او بواتساب علشان يبقى عامل حسابه على الاسئله اللي هيسالها للمطور هناك وانتوا قاعدين معاه. فالحاجات دي مهمه خصوصا في المشاريع الاوف بلان البرايمري. الريسيل امره سهل، هو بيبقى عقد واحد معروف وطريقه تسجيل واحده في الشهر العقاري معروفه. انما البرايمري كل مطور له عقد، مفيش حاجه بتحكمه، وانت طالما وقعت على العقد ده محدش يقدر يحميك. انت وقعت فده معناه ان انت وافقت، فلازم تبقى فاهم كل حاجه. وانت دورك كوسيط عقاري انك تساعده، مش تبيع له وخلاص. موضوع انك تبيع له وخلاص ده ما ينفعش، ده غير اخلاقي. لو انت بتبيع للعميل كده وخلاص لمجرد انك عايز تبيع او علشان المشروع ده بيدي عمولات عاليه، فده غير اخلاقي، وعمولتك دي انت ما تستحقهاش، لان عمولتك دي اصلا سببها هي حمايته وانك تساعده يشتري. انت مهمتك انك تساعد العميل انه يشتري، مش انك تبيع له. فدي كانت شويه حاجات كده او شويه اسئله تكون عامل حسابك انك تكون عارفها كويس وانت بتشتري، او انت وسيط عقاري تكون انت فاهم وعارف الحاجات دي عشان تقدر تساعد عميلك. اتمنى ان انا اكون افدتكم. وطبعا مش محتاج اقول ما تنساش الاشتراك في القناة واعمل شير علشان الكل يستفاد، واشوفكم الفيديو الجاي. شكرا.